تخيل نفسك واحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من الأيام وانت تدور في مكة يجي عندك واحد يقول لك ما سمعتش؟ تقول له لا. يقول لك نزلت آية جديدة على الرسول صلى الله عليه وسلم، هي يقول لك اسمك ذكر في تلك الآية. تندهش، كيفاه؟ اسمي أصبح قرآن، اسمي مذكور في القرآن. نعم، إنه الصحابي الجليل حب رسول الله زيد بن حارثة رضي الله عنه. زيد وقعت له حادثة عندما كان صغيرا. في يوم من الأيام ذهبت به أمه سعدة لتزور أهلها في قبيلة أخرى، وفجأة جت قبيلة وهجمت على هذه القبيلة، فأخذوا زيدا كعبد وساقوه إلى سوق عكاظ فبيع مع العبيد. فجاء رجل يقال له حكيم بن حزام اشتراه، والذي بدوره أهداه إلى عمته خديجة رضي الله عنها. خديجة عندما تزوجت بالرسول صلى الله عليه وسلم أهدته له فأصبح مولاه. في يوم من الأيام سمع أبوه حارثة بأن زيد راه موجود في قريش في مكة. توجه مباشرة إلى تلك القبيلة وبحث عنه، فقالوا له أنه عند محمد. بدأ يبحث عليه، وكي تلاقى بالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن هاشم يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم الله وجيرانه، جئناك في ابننا فمن علينا وسنرفع لك الفداء. معناها قالوا له جينا رانا باغينك تعطينا ولدنا والدراهم اللي راك باغيهم نعطوهم لك. قال لهم الرسول: من؟ قالوا له: زيد. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تعطوني لا دراهم لا والو. قال لهم: غادي نعيطوا له ونسقسوه، إذا بغى يروح معكم صح، وإذا ما بغاش يروح معكم سيبقى عندي. قالوا له: نعم أنصفت. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: ادعوا لي زيدا. جاء زيد سأله الرسول، قال له: أتعرف من هذان؟ قال له: هذا أبي وهذا عمي. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت تعرفني فاختار يا زيد، تذهب معهم أو تبقى معي. فقال له زيد: أنت أبي وعمي، لن أستبدلك أبدا. فأبوه حارثة اندهش، قال له: يا زيد أتختار العبودية على الحرية؟ قال له: نعم. قال له: وجدت في هذا الرجل شيئا لم أجده عند أحد من قبل. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيد زيد أمام القوم الذين كانوا يشهدون تلك الحادثة وقال لهم: اشهدوا يا قوم أن زيد ابني يرثني وأرثه. هنا أصبح زيد يسمى زيد بن محمد. لما جاء الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يزوج زيد بابنة عمته زينب بنت جحش اللي هي بنت أميمة بنت الحارث. علاش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة كانت ظاهرة شائعة بما تسمى الطبقية. معناها هناك طبقتان، طبقة الشرفاء وطبقة العبيد. فالرسول أراد أن يكسر هذه القاعدة ويزوج زيد الذي كان من طبقة العبيد مع زينب ابنة عمته التي كانت من أشراف مكة، وبالتالي لا يوجد ما يسمى بالطبقية. وبالفعل تم الأمر وتزوج زيد رضي الله عنه بزينب رضي الله عنها، وعاش مع بعض فترة ليست بطويلة. لماذا؟ لأنه خلال هذه الفترة تعكر صف العيش ما بينهما، فكان زيد يذهب إلى الرسول ويشكوها للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول له: امسك عنك زوجك واتق الله. فلم يطب العيش بينهما، وجاءت لحظة ليست بالمرغوب بها وتطلقا. هنا أنزل الله سبحانه وتعالى أمره قرآنا للرسول صلى الله عليه وسلم، آية قرآنية تأمر فيها النبي الكريم بأن يتزوج بزينب. لماذا؟ بعض ضعاف القلوب بدأوا ينشرون في كلام لا يليق بشرف الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: كيف بمحمد يحرم علينا الزواج بزوجة الابن بينما يحللها على نفسه؟ بمعنى ذلك أن الرسول تزوج بزوجة ابنه زيد. هنا الله سبحانه وتعالى أنزل من فوق 7 سماوات آية قرآنية تنفي كل ذلك،
في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. معناها أن الله سبحانه وتعالى يقول للناس أن زيد ليس بابن محمد، وأنزل الله سبحانه وتعالى: وادعوهم لآبائهم. هنا تغير اسم زيد من زيد بن محمد إلى اسمه القديم زيد بن حارثة رضي الله عنه. زيد رضي الله عنه كان له شرف مصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما توجها معا إلى الطائف، وكان الرسول يدعو أهل ثقيف إلى الإسلام، فلم يجد في ذلك آذانا صاغية ولا قلوب واعية، بل بالعكس واجه منهم ما واجه من الأذى، فكانوا يأمرون عبيدهم بأن يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويرمونه بالحجارة، وزيد كان هناك يدافع عن النبي ويغطيه بجسده لدرجة أنه أصيب في وجهه رضي الله عنه. زيد رضي الله عنه عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة آخى بينه وبين عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ولما استشهد حمزة في غزوة أحد آخى الرسول بين زيد وبين أسيد بن حضير الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أسيد بن حضير. زيد كانت له مشاركات عديدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته، ففي غزوة بدر أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة يحمل لهم البشرى ويخبرهم بأن المسلمون قد ظفروا وقد فازوا وانتصروا في هذه المعركة، ويطمئنهم على النبي وعلى المسلمين. قلد الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بأوسمة شرفته وزادته مكانة ورفعة، كيف لا وقد قال فيه الرسول: زيد مولاي مني وإلي وأحب القوم إلي. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة في العام 8 للهجرة، أين يلتقي المسلمون لأول مرة مع الروم في جيش قرابة 3000، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم زيد على رأس هذا الجيش، وبعده جعفر بن أبي طالب، ثم يليه عبد الله بن رواحة، وبدأ يوصيهم، فبدأ المسلمون يودعون أهاليهم وداع الذاهب بدون رجعة. ثم تحرك المسلمون إلى بلاد الشام، وعندما وصلوا اندهشوا، وجدوا أمامهم جيش كبير قرابة 200,000 مقاتل. هنا المسلمين ارتبكوا نوعا ما وقالوا: ماذا سنفعل أمام هذا الجيش العظيم؟ فقال واحد الرجل: يا قوم، نكتب إلى الرسول نسأله، نأخذ مشورته. هنا خرج الصحابي عبد الله بن رواحة وقال لهم: يا قوم، منذ متى ونحن نقاتل بالعدد والقوة؟ نحن نقاتل بهذا الدين. هنا المسلمون شدوا من عزائمهم وانتفضوا، ثم التحم الجيشان، وفي وسط المعركة أين كانت الرؤوس تتطاير كان زيد رضي الله عنه وهو حامل اللواء يقاتل، فقتل وسقط على الأرض شهيدا. زيد اختاره القدر ليكون من الشجعان ويكتب اسمه في التاريخ كعنوان: زيد من عبد في غبر الزمان إلى رجل صنعه الإيمان، رضي الله عن زيد بن حارثة.